مرة واحد بخيل قوي كان عنده دهب ومجوهرات كتير، وكان دافنهم في حتة بعيد. وكل يوم الصبح يروح المكان ويعد دهب ومجوهراته حتة حتة وبعدين يروح. الحركة دي لفتت انتباه واحد حرامي، ففضل يراقبه وعرف مكان الكنز وراح وسرقه. فراح الراجل في ميعاده عشان يطمن على كنزه، ما لقاهوش، فقعد يعيط وزعل جدا. فشاف واحد من جيرانه وبعد ما عرف القصة قال له حل: ادفن بعض الحصى وتخيله دهب، وهتعمل المهمة دي كل يوم بنفس الكفاءة، لأنك ما استفدتش ولا استمتعت بالكنز. القصة دي بتحكي حال كتير من الناس بيمتلك حاجات كتير لكن مش بيستمتع بيها. يسافروا أماكن جميلة أو ياكلوا أكلة حلوة أو حتى يخرجوا خروجة جميلة وما يستمتعوش بيها، وده سببه الرئيسي التفكير في الماضي والقلق والخوف من المستقبل. والحل ببساطة هتلاقيه وتتعلمه من الأطفال. تلاقيهم بيعيشوا بيستمتعوا باللحظة وبدلوقتي، لا شاغل بالهم ولا خايفين من المستقبل ولا حابسين نفسهم في سجن الماضي. وده من كتاب المرحلة الملكية. أنا محمد بداري، يومكم جميل.